شايفين هالسمونة هاي ولا هالخبزة؟ شوفوا لي الهشاشة تبعها. يا ويلي. ولا الريحة؟ خليكم معي لآخر الفيديو واعطوني رأيكم وعاشق النبي صلي عليه. فيديو اليوم كتير مميز، سر من أسرار العجينة اللي بتسووا فيه خبزة فينو تاكلوها وبتدعيلي تطلع معك في فاخر على الآخر. خليك معي لآخر الفيديو وشوف شو حنساوي بالأكلة. هون بعد بسم الله الرحمن الرحيم أول شغلة حطينا كيلو طحين. أول شغلة وأهم شغلة أنا جبت 100 جرام زبدة. الزبدة مثل ما تكون شايفين ناشفة بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما كانت ببراد وبنفس الوقت ما هي سايحة على الآخر، وغلط إنك تسيحها، هاي سر كتير مهم. بعد ما حطينا الزبدة حنبلش نعجن الزبدة مع الطحين لحتى تدوب كلياتها. هذا ظرف محسن للعجين حتى العجينة تختمر معي بسرعة. وبالنسبة للخميرة الفورية لحط ظرفين بقلب هالعجنة هي. ليش الخميرة؟ هي اللي بتخلي العجينة تنفش معي، وكل ما كترت الخميرة كل ما العجينة نفشت معي أسرع. وهلا ببلش بقى شو؟ قلب الخميرة مع المحسن مع الطحينات وبحركها حتى يتوزعوا كتير منيح. وخود هاي النقطة اللي كتير مهمة، في عندك السكر لازم تحط لها 5 معالق سكر. ليش الخمس معالق وشو مهمتهم؟ هلا بحكي لك عليهم نحن وعم نشتغل. وبالنسبة لموضوع الملح بنحط رشة، بس هذا موضوع اختياري لأنه نوع الطحين كتير بيأثر معنا. إذا الطحين له عرق شادد ما في داعي للملح. حننزل عليهم بيضتين، ونحن حاطين هون كيلو طحين وهدول 400 جرام حليب. بسم الله. وهلا يا غالي بنبلش العجين، ولسه بدنا نحط مي بس مو هلا. وليش؟ خليكم معي. وهلا يا غالي بنقول بسم الله ونبلش نحرك العجينه تبعنا لحتى شو؟ نبلش نعجن فيها. حنمشي بالنقاط الكتير مهمه اللي انت لازم تعرفهم لما تعمل عجنه وتكون مدلله. اول شغله بالنسبه لموضوع السكر هذا بيعطيها حمار للعجنه واللي هو بخليها تستوي بسرعه، خاصه اذا كان الفرن عندك كتير ضعيف ونسبه التحمير تبعه ضعيفه. وبالنسبه للملح اذا عندك الطحين فيه عرق بيخلي العجين يعلك، اما اذا الطحين ما فيه عرق بالنسبه للطحين بيخلي لك العجينه تشد معك. هلا شايفين الطحين شرب الحليبات ورح بلش ننزل فيهم مي حسب العجينه ما بتستحمل. طبعا كثير ناس بيقولوا لي انتوا اعطيني عيار صح. يا اخي عرق الطحين بيختلف من بلد لبلد ومن شركه لشركه. هاي اول كاسه مي بارده وليست ساخنه وبلش بقى نعجن فيها. لازم تكون العجينه تبعنا قاسيه شوي، ما تكون كثير طريه. نسبه امتصاص الطحين للسوائل تختلف من نوعيه للثانيه، وفي ناس بتحب العجينه قاسيه، في ناس بتحب العجينه طريه. هذا على حسب اللي عم يشتغل. انا مثل ما تكون شايفين عم بعجنها بايدي بطريقه الدعك، ولما تلف معي العجينه انا هون بحدد كميه المي اللي عم بستخدمها كفايه ولا لا. بتمنى هاي المعلومات عم اعطيكم اياها تكون مفيده لكم، وكون اعطيتكم سر العجينه تبع الخبزه الفينو اللي بتساويها عندك بتطلع اطيب عجينه. وهلا يا غوالي بعد ما العجينه انعجنت شوفوها صارت ما احلاها. يا عيني صفى بدها شو؟ شويه تنعيم. بدنا ننزل عليها سر من اسرار الريحه الفواحه اللي هي معلقه صغيره محلو. بسم الله بنحطها، بنجيب شويه طحين بنرشن على ايدينا ونبلش بقى نعجن بالعجنه لتنعمها. بنقلبها بهي الطريقه. شوفوا يا العجينه. هلا شو حنساوي؟ حنخليها مثل ما هي هيك ونغطيها لمده نص ساعه لحتى شو؟ تتناسج مع بعضها وبلش تختمر. بعدين بنبلش بنشكلها كرات وبنرسمها. وبسم الله. هاي العجينة تركناها لمدة ساعة تقريبا لحتى تختمر. شايفين ما أحلاها؟ يا عيني بسم الله وما شاء الله. هلا بقى بعد ما اختمرت ندهن ايدينا بشوية زيت. وهلا يا حبايب بنبلش نقرصها قطع. يا عيني ها. إذا بدنا نساويها خبز للبرجر شو بنساوي؟ بناخذ قطعة مثل ما هي بنحطها بالصينية، وهي صينية لحتى نحط العجينة. هدول حنساويهم خبز برجر. يا عيني ها. شو هالذهب هاد؟ بسم الله ما شاء الله. اهم شغله يا غوالي بحب لكم انكم تكون شو منتبهين عليها. اذا العجينه طريه لما بتخمرها ما بتنفش لفوق، بتمد لتحت بالعرض. بعد نحن لازم تكون خبزه معنا واقفه لفوق حتى تعطينا الشكل المدور.
هدول رح ساويهم خبز سمون، ساويهم بشكل طولي يا عيني. ها شايفين سويتها طولية، وبلش بعد شو صفهم بالصينية تبعي. شايفين الدهب بنحطها على جنب لحتى تختمر لحالها، ولا طريقة بدنا نساويها بالشوي. وهي دهنة زبدة من على الوش يا عيني هيك. ليش هي دهنة الزبدة؟ حتى تعطيها تحميصة من فوق. تمام. انت بتحب اللون الاشقر هيك بنطلعها شقرة، بدك اياها لون بني بتحط لها بيض وسكر، بدك اياها على لون العجينة رشلها بس رشة مي. يا عيني شو هالدهب هاد. وهي شوفوا لي هالدهب حيفوت على الفرن. شغلنا الفرن من تحت نار قوية، من فوق نار خفيفة، والفرن حرارته 220. بسم الله، توكلنا على الله. ها خلينا نشوف الرزق شو صار فيه. بسم الله. ايه اللهم صل على النبي. شو هالدهب ها. شوفوا لي الدهب يتكلم. شوفوا لي هاللون ما احلاه يا عيني. يعني هلا بدها دهنة زبدة على السريع هي وسخنة، وهي عملنا لها دهنة زبدة على السريع قبل ما تنشف.